للجميع. سنفهم الصخر ان لم يفهم البشر ان الشعوب اذا هبت ستنتصر، ومهما اشعلتم من النيران نخمدها. الم تروا اننا من لفها سمر، ولو قضيتم على الثوار جميعهم تمرد الشيخ والعكاز والحجر. كل التحية والتقدير للرفاق والاخوة المناضلين في سجون الاحتلال الصهيوني الذين نكن لهم كل احترام وتقدير. الشهداء عبدوا طريق الحرية والعودة والاستقلال. الأسرى هم على ذات الضرب، ضرب الحرية والتضحية والفداء. وفي هذا المقام نرحب بالرفيق المحرر المناضل بشار نصاصة، عضو قيادة محافظة نابلس لحزب الشعب الفلسطيني بعد الافراج عنه بعد اعتقال دام 14 عام في سجون الاحتلال. هذا الثمن الذي دفعه رفيقنا بشار وكل الاخوة والرفاق في سجون الاحتلال هي طريق الحرية والاستقلال. ونؤكد لجميع الاسرى باننا على ذات الضرب وعلى ذات الطريق، كما نؤكد بان هذا الاعتقال الاداري هو مرفوض بالكامل ويتعارض مع كل الاعراف والتقاليد والقوانين الدولية. هذا الاعتقال الذي لا سقف له، والذي نحن الشيوعيون الفلسطينيون وعبر التاريخ الطويل ومنذ عشرات السنين كنا ضحية الأولى لهذا الاعتقال الذي كان يمتد لسنوات طويلة دون موعد للإفراج أو إطلاق السراح. وها هو شعبنا على طريق الحرية والنضال ما زال يدفع هذا الثمن. وفي هذا المقام وباسم كادر محافظة نابلس لحزب الشعب الفلسطيني نؤكد الى جانب كافة الاخوة والرفاق في الحركة الوطنية وفصائل العمل الوطني وهيئة الاسرى والهيئة الوطنية للدفاع عن الاسرى ونصرتهم بان هذه الخيمة هي خيمة دعم واسناد اكثر من ان تكون تضامن. نحن لا نتضامن مع انفسنا. الرفيق بلال كاين عنوان هذا الاضراب الان والذي لحق به العشرات من رفاقه واخوانه في سجون الاحتلال، ومنهم الرفيق المناضل باسم الخندقجي عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب واخرين على ذات الضرب. لنؤكد بان نضال شعبنا ماض ومستمر حتى النصر والتحرير والعودة وحتى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. فخيارنا خيار الشعب هو المقاومة والنضال والصمود. نعم لتعزيز الوحدة الوطنية، نعم لانهاء الانقسام، نعم لتوفير مقومات الصمود الوطني والنضالي لجماهير شعبنا. وعاشت حركتنا الوطنية والحركة الأسيرة ومعا وسويا لنصرة ودعم وإسناد كافة الإخوة والرفاق في الحركة الوطنية في سجون الاحتلال. وشكرا للجميع. شكرا لكم، نشكركم ونثمن مشاركتكم عاليا ومعا وسويا حتى تحرير أسرانا من سجون العدو الصهيوني. ولا ننسى أن